حضرتك في انتقال او الميركاتو في يعني في بقى يعني احنا شايفين على اوجه يعني الانديه كلها يعني بتتصارع على لاعبين واسماء بعينها يعني بوبو دخل النادي الاهلي في مفاوضات جاده معاه جدا من فتره طويله. محمد رضا بوبو ده ليه قصه انا عارفها من اولها. نادي فيوتشر طلب 80 مليون على حسب ما قرينا، ودلوقتي خلاص بيراميدز قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع اللاعب حسب ما قرينا النهارده. بيراميدز يقترب من حسم صفقه بوبو ويستعد لاعلان ضم يوسف اسامه وسيف جعفر. الكلام ده مظبوط. هل فيوتشر هيبيع اللاعب بالرقم اللي احنا قلناه ده 80 مليون فعلا لبيراميدز؟ هو البدايه ان حصل تواصل، ومش عايز اقول لك كابتن شوبير كان فيه ومسؤول النادي فيوتشر، واتفقوا على بيع محمد رضا بوبو للاهلي. الكلام ده من امتى؟ الكلام ده من قبل الدور الثاني ما يبدا، واللاعب عنده رغبه اللي هو يلعب في الاهلي، ولكن اللي كان الشرط اللي هو المقابل المادي. محمد رضا بوبو هو لما جه سالوه قال لك اهلي ولا زمالك؟ قال لك العب اهلي او زمالك، ما فيش عندي مشكله، تمام. لكن هو بيميل شويه للنادي الاهلي. طيب انت المبلغ المادي لفيوتشر، هو اللعيب ملوش دعوه، هو بيبص للتعاقد السنوي زي ما حضرتك عارف، وملوش علاقه بالاداريات. نادي فيوتشر يعلي السقف يقول 100 مليون مزايده، هو يكسب حقه اللي هو يكسب، خاصه ان فيوتشر نادي وليد. بس في رغبه اللاعب في الاساس، رغبه اللاعب دي مهمه. بس انا الاداره رغبه اللاعب لما يكون اقرب للي انت محترف بره وعايز ترجع تاني، زي امام عاشور وعبد الله السعيد، دول رغبه اللاعب العب للاهلي، خلاص يبقى هو دي تحترم، لان انت مش بره، مش في نادي هنا داخل مصر. فاللي بيتحكم في المنظومه هو اداره الناديين، والاثنين مش عايز اقول لك فيوتشر والاهلي حاجه واحده، يعني قريبين جدا لبعض. كابتن شوبير ومش عارف ايه، معظم الناس يعني لو قلت لك الاسامي وعادل مصطفى، معظم كل 6 من النادي الاهلي جوه منظومه فيوتشر. اتفقوا على الاول ان هيمشي ب 40 مليون، وكان ده الكلام الاولي لمحمد رضا بوبو الاداره مع بعض. عيل المبلغ بيراميدز دخلت في الموضوع، عملت مزاد، وصلت قالوا 50، قالوا لا 60، لا الاهلي وقف على 50 بس، اخر حاجه 50 مليون وقف الاهلي. بيراميدز طلعها ل 70 ووصلت ل 80 لما جه بقى الاهلي بيفكر تاني يتفاوض معاه عشان يحسم الامر. انا بقول لك رضا بوبو تقريبا بهذا الشكل هو في النادي الاهلي، يعني في النادي الاهلي بشكل كبير، مش في بيراميدز. في تدخل كبير جدا من احد، مش عايز اقول احد الناس في فيوتشر وفي الاهلي، لاقناع الاداره. والاداره اذا كان هم عايزين 100 يعني هيرفعوا ال 100 تاني، يعني عايزين يوصلوا ل 100 بس في نقطة غير ال 80. في نقطة يا فندم، برضو أنا برضو واقف على مسألة رغبة اللاعب. ما هي رغبة اللاعب هي الأساس في المسألة. ممكن دي تبقى اللي تعمل مشكلة للطرفين، فبالتالي هيقول لك رغبة اللاعب النادي الأهلي. وده اللي كان متفق عليه من البداية، فعشان كده بقول لك اقرب الأرقام دي كبيرة من النادي الأهلي. شفت الأرقام دي كبيرة، انت عارف. انا هقول لك